بس اي عافيه قحبه. لا ما عيد الترحيب استاذ اخذتها بس رحبوا وياي يلا شكرا. شوف انت ترحيب عندك مع الحرس الجمهوري قصدك هي ترحيب كان خلني يلا تصبر. رحب وياي بالفنان الشاب الموهوب الكوميدي فائز سنفور. مساء الخير فائز. حبيبي استاذ اقول لك كل الشعب العراقي ان شاء الله رمضان كريم عليهم وعلى شعبنا اللطيف. انت شنو نيبالي؟ الشعب العراقي وشعب ايش بيك يا بتشغل يعني عيدة ولك تعطي نيبالي الشعب العراقي وشعبنا. استاذ يلا لك ما اقدر اقاوم والله وروح ابوك مستحيل اقاومك فايز. روح ندلل خلينا نكمل. يلا روح ندلل خلينا نكمل. او روح مدلل ساكت لك هو وانت هذا اللي فيه. لا بروح يلا كمل. يلا خلص هاي الحلقه يلا يلا بروح ابوك كافي يلا. لما يقول ان شاء الله الشعب العراقي يلا كاظم روح ابوك كافي. استاذ ليث ماهر المخرج كاظم على راسي اشرف. ها استاذ اخذت الترحيب يلا. الشعب العراقي بخير وشعبنا جات شنو صومالي غير عراقي. روح ابوك كافي ابليسك وقعت الكحله مالتي. يلا مسكاره بس لا سالت الكحله. يلا يلا لا وروح ندلس بس كون الله يصبر. انا اريد الله يصبرني. يحكوا هيك تفهم تسلبت علينا يا ما بوع غير على الكبر. هو شفت شلون؟ رمضان كريم خلنا زيني. يلا لا خلنا يلا استاذ خذتها رمضان كريم وهاي راح من والديك. خذ هذا يعني هسه الشعب العراقي محتاج رمضان كريم من فايز. يلا يلا اخوي يلا هو صيامه ساعه واحده. يلا استاذ. انا طبعا لا كاف رحبوا وياي بالضيف الاخر الفنان المطرب النجم عازف العود والممثل حاليا كاظم دلل ممثل الدمج. المخرج يقول ممثل دمج. طبعا رمضان كريم على كل الشعب العراقي وعلينا وعليكم وعلى ان شاء الله عيد فطر مبارك ان شاء الله والامن والامان. وشكرا لك باسم والله يوفقك بهذا برنامجك وجمعتني باخوي وحبيب قلبي الكبير فائز سنفور. صيام مقبول علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا اكو مواقف الي ويا فائز. اسمح لي ما راح ابوك لا راح اطرق لها موقف قبل لا انساه. رحنا انا وياه نخيط بناطير قال لي كاظم بنطلونك يخبل كنا انا وياه بعمل مسرحي فقلت له ياخذك الخياط وصاحبي وهذا فرحنا انا هم شفت القماش حلو فصلت له بنطلون هو اخذ قياساتي وهو هم اخذ قياساتي. ايش قال لي قلت له الخياط قلت له اخوي شو كنت امر لك؟ قال استاذ كاظم فد اسبوع. فاز قال له وانا قال لك لك لفه وتعال. نكت خطير والله وروح فاز انت امك ما حملت بيك. طلعت بيها حبايه بيدها حكتها وطلعت انت. برنامج وقعد نكت انت. ايش بيك متوقف استاذ متوقف؟ ماك شيء. ايش بيك كاظم؟ جاي يصنف على الضيف شنو كاظم؟ يقول يلا هو اصلا امه ما جابته هيك امه عطست ونزل منه وقال جيب المقص خلينا نقص المسافه. لا شقه ايش بيناتنا. اقول منا سلم علي دبك. يلا يلا راح اشغلك وياي بالدشمول على السياره هيك. شنو قاعد يصورون؟ لا متوقفين والله ما تقلد عليه شوف بس هو يقلد عليه. يلا فاز اذا ينسجن ما ينسجن بسجن بهاي مال الجريديه. ومن يستشهد يلفونه بعلم مال بايسكل هذا. لا ومن يعرف غرفه اخشاب مالت شخاطه.
ومن يتوفى ما يحطونه بتابوت بتكه ما جاي رسمين وما يشدوا كافي. تلبس قبل النجف بابا صور الروح كافي يتلقاه بالصيبع. وصابع يصير قوم دفنوه. يلا يلا كمل. نكمل. لك ما نكفى ينفشخ بيه. يلا نكت علي يلا. ايش؟ واكو روايه ثانيه امه من كانت جاهله بعد ما متزوجه جاي تلعب بالشارع لقيت غزاله غزلوكي حطيتها بقلاص ربتها طلع فائز. لا فائز. يلا انا الشاقن اليوم طالع كنا قلم ابو المساحه. شنو كون اكبر لوت والله. قدرتك عليه؟ ما قدرت على ماجد ياسين بالمسرح؟ كافي ابو ياسين كافي تحياتنا لابو ياسين. طبعا عده فد موهبه قلد رقصه ابو ياسين. وروح ابوك فايز انت فدوه روح لك واحكي لك من لك يا استاذ. لا استاذ قبل لا نصور. لا مو انا عندي بس اسمحوا لي نبدي استاذ. نبدا كافي فاز. ايه يلا حبايبي الحلوين رجعنا وياكم وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان. الضيفين ما يعرفون شنو سياسه البرنامج. سياسه البرنامج انه المشاهد يشوف وجه واحد للفنان بس ما يعرف الوجه الاخر بالشارع بالبيت بالسياره بالمطعم. فانا راح اسال كاظم مدلل عن فائز واسال فائز عن كاظم مدلل. ما عنده وجه اخر ويحمد الله وعنده حصل له وجه. رجعنا وياكم حبايبي الحلوين وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان. استاذ فائز شنو رايك بالوجه الاخر الكاظم مدلل كممثل او كمطرب او بالشارع من كنتوا تلتقون سوا بالبيت بالمطعم بالكافتيريا بالنادي او تحكي لي بعدين انه هو ناجح بعمله او ما ناجح؟ الحقيقه استاذ كاظم يعني بالمسرح حلو تمثيله حلو اول مره كغناء هو كان اي هو غناء بس انا احكي هسه بوجهه مو مال تمثيل مال غناء حلو. صوته يعجبني يعني بحيث سمعته بالمسرحيه وياي هو صوته يموت يخبل بس ما تمثيل يعني بعده غير بعده. اي بعد يعني بعد درجات. ما اعرف ايش قد عمره. هو المسرحيه ويانا بهاي المسرحيه اول مره يلتقوا وياي بالمسرحيه هاي بس غنى احسن من التمثيل. كمطرب. ايه يصلح ممثل؟ يعني صراحه يصلح لو ما يصلح ماكو لو ابيض لو اسود ماكو رمادي يعني شيء. اي طبعا لا ما يصلح. زين اذا بمرور الايام جنبيتك يا حق الشبلي. لا شوف شو صار عليه حق الشبلي لا وانت تقول لا صراحه لا فاز من ساعه شقيت وياك. لا والكاميرا ما دايره. وقف استاذ وقف. لا ليش تخاف؟ ليش تخاف؟ معود صراحه فازم يحمد الله وشكره الله طال نعمه وهيك حجمه يجيبوا بمسرحيه ممثل ليش فاز؟ زين اوكي هسه قدامك استاذ باسم خلينا نطلع لك بالشارع ونشوف لو انت لو اني نرقف مو نركض ايش عندنا مسابقه؟ شاشني نشوف الجمهور. الجمهور الحمد لله وشكر الله منطيني جمهور ومنطيك جمهور. جمهورك معروف وجمهوري معروف. شو المعروف مثل ايش؟ انا جمهورك من حلو الروضه يشوفوك. انا وين ما اطلع هذا بدون تقليد رحمه ما الوالدين. أطلع خلص البرنامج اني ما استمرت انا اعترف اخذت احلام يا سفره احلام يا سفره الاربين والله حمدت الله وشكرته بالقران. نجم بعد شنو؟ فائز سنفور احكيها للتاريخ قدام الله. نجم وخلص مجموعه من اكثر من موقف محرج. فائز والى اجلال واحترام كبير بس مو يقول لي ما تصلح يكذب. ياخذني على الصفحه يقول لك كاظم شنو؟ ايش قد عمرك الفني؟ بالله مو قبل لا ندخل قال لي كاظم من طلعت الشغل اختلاف وانت وين كنت واحنا وين صرنا يا فائز. بس برخصتك انت ايش قد عمرك الفني؟ يا ابو انا حتى طلع بيان واشتغل بالمسرح يعني بعد انت عمرك قلت له سنوات بس انت شنو لا تكذب وتقول عندي جنسيه بعدك بيان. هي بيان هي جديات عمرك الفن كم سنه صار لك بالفن؟ صار له وايد يعني بال20 سنه. شنو مثلت وانت مقمط؟ اي والله بال20 سنه. شو ادري من شو تطلع بدعايات مال مميه مال حفاظات استاذ هو 20 سنه عمرك حتى من يقول لك فايز اللي بالغ مو يبالغ. لا ما بالغ انا بدي اروح لك. صور. يعني انت جيت بهاي المسرحيه هسه ويانا جديد جيت ويانا جديد هسه قمت تطبق لي لبك صرت نجم انا قبل لا اجي مسرحيتك انا صرت بعزيز الجبوري صرت تحياتنا السمج
3 قبل هذه جاي جاي العنب جاي عندك اعمال ويا ماجد على راسي على راسي ويا عبد الرحمن المرشدي على راسي. هذاك اليوم شنو ذاك اليوم؟ يعني انت ما معترف باستاذ ماجد لو على استاذ عبد راسي الرحمن على راسي ما معترف بالمسرح الوطني؟ راس اللي وقت وصعدت عليه. ايش كم عمل عندك؟ ايش كم عمل عندك؟ كم ما له علاقه. لا تجاوبني. ما له علاقه. لا نروح مدلل والله ما له علاقه. ايش كم عمل عندك؟ مو قياس اخي مو قياس. عمي هذا الرجل يعني يابا مشتغل بقد عمرك والله. شو انت تدري قد عمري؟ تدري قد عمري فايز؟ استاذ نرجع. فايز لا فايز فدوه فايز شنو؟ كمل الاستاذ. اي استاذ فايز شنو؟ كافي شنو ايش قد عمرك؟ لا رجعنا لكم حبايبي الحلوين وحلقه جديده من برنامج نجوم رمضان والنجم فائز سنفور راح يعطيني وجهه نظره بكاظم مدلل. شنو رايك بكاظم مدلل استاذ فائز؟ شو لك استاذ يعني كاظم مدلل مو قلت لك انا كبير بس ما يصلح ممثل. يعني شنو عنده هفوات لو اصلا ما يصلح لو اذا انطوه فرصتين المنتجين يعني دور بطوله يعني لما جاياته هواي يعني مسرحيه 2 3 4 يصعد بيها. بس مسرح ليش دراما ما يقدر يشتغل؟ لا ما اعتقد. يشتغل دراما استاذ فاز؟ انا ايه يشتغل. ايه الله يرزقك ان شاء الله. اشتغلت اول على المعري اشتغلت نعم ويعني نجوم اشتغلوا. شو السالفه شباب؟ سمعتوا؟ اخذت وجهه نظر فايز اخذ كاظم؟ بس خليه يكمل ما راسا نقطع عليه مال مسلسل ابو العلقان مع راح اسالك اقول لك اشتغلت دراما؟ منا استاذ؟ استاذ فايز اشتغلت دراما؟ طبعا ابو العلقان معري اشتغلت. مسلسل وفيلم؟ لا مسلسل يعني اشتغلت خلينا نجوم كي بالجامعه هيك كام شنو كاظم؟ والله ما انا احب اضوجه لان ضوجني والله. مشتغل مسرح مشتغل دراما؟ طبعا عمرك الفني ايش قد 10 15 سنه اكثر؟ يعني تقريبا هيك. اذا وجهه نظرك صحيحه. اسمحوا لي ان اوجه سؤالي للفنان كاظم مدلل وبتعطيني وجهه نظرك بالفنان فائز سنفور. والله شكلك يعني وجهه نظرك فائز. انا تفاجات وانصدمت به. هذا الرجل صاحب القلب الكبير زين وانسان طيب. فاجئني بوجهه نظره ويعني منصدم وياي. مجرد شقيت وياه وياني يوميه على المسرح العب بيه لعب شو ما يضج. هاي بالمسرح واحد مسرح واحد اكو جمهور دافع 25,000 بطاقه يريد يعني يمتعوه بالمسرح عمر خصك استاذ بالمسرح شو تسوي العب طوبه. ما العب طوبه انا غير عندي مسرحيه. اي بس هنا هنا ما يخالف احنا طالعين ببرنامج هو باسم البغدادي انعرف باسم انعرف بالضحكه. فائز انعرف بالضحكه. كاظم انعرف بالضحكه. طالعين الناس برمضان مو نطلعهم تقول لي ابو العلاء المعري. لا احنا نريد نضحك العالم ورا الفطور. انت مشتغل بقدي اخ انا ما قايل لك مشتغل مقدي. لا شنو؟ ولا مستعطي. لا شنو؟ انا رجال اقول لك انا مو اقول لك انا مشتغل بقدك ولا اجيب نفسي واقارن نفسي بيك. قلت قبل كل شيء استاذ فائز استاذي لا شنو؟ واعلم منك بيوم مقدم منك بسنه. ليش انصدمت بوجهه نظر؟ جد ما عندي حساسات وانصدمت. لا ما في شيء. فايز يقول لي انت مو يصلح هذا كلامه به هواي من لا هو وجهه نظر كل واحد وجهه نظره يا اخي. شنو يعني تكذب؟ استاذ كاظم كل واحد احنا متوقفين استاذ؟ كل واحد وجهه نظره. انا اقول لك يكذب. كل واحد وجهه نظره حبيبي. نفسه هواي. بس عيب لا بدوي لا بدوي اترجاك كل تقول واحد وجهه نظره استاذ. طبعا اي انا وجهه نظري انت تسحق مطرب يعني ولا يسوي يا اخي ابقى مطرب ابقى شلبت ها اللفن شكو مطرب. انا مثلا منافسك اني يا اخي يعني بقدك بس اريد افتهمك يعني هذا الموضوع انا الي قياساتي الي ادواري وانت الله هاي منطيك اياها هاي النعمه الك ادوار محدده. يعني انت بمسرح طلعت حرامي مجرد ما تطلع الناس صوتك من ورا جايك بس عندي فوق 4 ساعات وارجع لك. من تطلع الناس تتفاجئ. انت مش حسبانهم ابن واحد من الممثلين. بعدين لا فائز معروف والدليل لا فدوه والدليل جبناه برنامج نجوم رمضان. لا فدوه لا تجوز فدوه. ايه رجال يعني هذا التجاوز مو حلو. شو يسوي يعني؟ شنو؟ شو يسوي؟
يعني مو اقول لك تسوي بس اقول لك لا تتجاوز علي. صديقك انت شو تسوي هسه اذا تجاوزت انا متجاوز لا تعتبرها تجاوز شو تسوي؟ يعني اقلب الدنيا عليك والله. ليش تقلب؟ اقلب الدنيا لا فدوه. ايش تقلب الدنيا؟ لا لا ما تروح احنا بالقناه ما لازم تحترم القناه. لا تحترم ايش يعني تقلب شو تسوي؟ اقلب اطلع برا انا وياك هسه والله انا وياك لازم نتحاسب برا نتحاسب برا. اوقف لا صوت غدا وادفع فلوس متوقفين؟ لا فدوه اترجاك. لا رجاء تتجاوز لا رحمة والديك اطلع برا نتحاسب لك. احسبها علي بس لا تقول لي تقول ها قدوتك وهاي. لا فنان غصبا عليه. لا فدوه لا رجاء. فنان غصبا عليه يرضى ولا ما يرضى. رجاء اي مو البارحه جيتني وقاعد تحكي لي هاي ما شايفه كانت لا فدوه لا تحكي لي فدوه اترجاك. لا تتعور بقى. لا ما يخالف اتعور اترجاك فدوه. يلا لا تستفزني رحم والديك. قل لها قدك وما شنو ومن مثل طفل صدق انت تحكي. كاظم اذا ما يعجبك والله هسه كاظم رجال لا تتجاوز. شو تسوي انت شو تسوي؟ هسه قل لاني والله هسه ماكو تليفون واحد هسه اقلب الدنيا هسه يجيب اخوتك كلهم واحد. لا فاز ما توصل. يجوب اخوتك؟ طبعا ليش اخوتك يجوب؟ ليش اخوتك يجوب؟ ليش؟ يجون هسه اقلب الدنيا عليك. انت شو تمثل اخوتك؟ شنو؟ انت داني شو القضيه كاظم يعني خليفتي انت ليش ما تحترم يا اخي؟ يا خلفتي احترم القناه احترم غير يحكي لي لا تكمل برنامج والله هو يطلع لا فدوه اذا ما يعجبك اطلع هو ذاك اليوم يقول انا كبير فخذ ما ادري شو يقول انت مو تقول ذاك اليوم تقول انا كبير فخذ عند امامي ما ادري رحم والديك. اقعد فاز اقعد استاذ عيد اذا ما يعجبك كاظم انا ما اكمل. يعني شنو انت قاعد تبقنا من النساء. اذا ما يعجبك اطلع كاظم. انا عندي ضيوف اثنين هسه. صدق عود تحكي. اي والله يا اخي احترم المقابل يا اخي. شنو؟ يعني لما يحترمني لما يحترم القناه اللي دزت عليك ولا يحترم هذا الكادر الخطير يعني هذا الكادر كله موجود وقناه. هسه انت هددتني باخوتك على راسي. يا سبحان بس الله. انت ليش عود انت تدور مشاكل شكري على العالم اريد اكمل على خابر. هسه انت دعوبك هسه شنو؟ انا هم كبير اخوتي انا هم كبير اخوتي. استغفر الله. انت كبير اخوتك؟ استريح طبعا انت كبير اخوتك؟ طبعا كل واحد عنده كبير اخوته وعنده. هسه من كبير اخوتك؟ انت كبير اخوتك؟ طبعا. ايش اسوي؟ اشوف اخوتك الصغار. اقول لك شنو قاعد تسالني انت؟ شنو هاي الملاعب مال الجهل؟ قاعد تسالني انت بيه؟ ولا لا راح اطلع دروح عم بعد صيحتين تموت. لا بدوي لا تموت عندنا. لا روح مع والدك لا تحكي لي السالفه ولا هاي. مرة خصك استاذ. لا لا بدوي. انا طالع روح واحتراماتي لاخوتك. لا بدوي. اخوتك ما يقبلون بتجاوزك عليه. لا بدوي مو تتجاوز على تتجاوز عليه ما اعرف. راح اطلع الله يقدر. راح اطلع واشيلك من وسطك انا. استاذ الضيفه كملت مكياج بمكان عادل امام. لا يا عادل امام راح الوجهك. بس منو عادل امام؟ يعني منو عادل امام؟ منو عادل امام؟ منو؟ قاعدين تقولون اطلع. كاظم ليش تطلع؟ لا اذا عندك حكايات احكي بوجهك تحكي وراي. انا ايش قلت؟ لا قلت عادل امام. كاظم ليش ما تحترم الناس؟ اتشرف انا اصير عادل امام. انت ليش صيح؟ استغفر الله. اصيح ما مصيح عليك فاز صيح على باسي. ما يخالف بس. انت لو ما تقبل احكي على باسي. مثل ما انا ما قبلت تحكي عليه انا ما حاكي عليه قاعد شقه وياه. انت تعرف شنو احنا شنو تنمطل خلينا نشوف شنو اخوته؟ باسل صرتولك ما تصير تقول له شيري صغير شيري. تعال اضربني حتى ترتاح. لا انت تعبت حيل فدوه اروح لك. يعني انت ما تحترم؟ فدوه اروح لك. لو تقعد نكمل البرنامج لا ماكو الله ياكو محمد وعلي شو اسوي لك؟ استريح. فدوه جلبت. عمي لا تحكي ولا تموت. انت بعد لك 4 حكايات. انا طالع راح طبعا كل من يعمل باصله بس اقول لك هاي الحكايه. شنو؟ كل من يعمل باصله. لا اي والله لا جيبوا وين والله قصرت. اني لا خابرتني قلت لي كابو عندي برنامج اريد تجيب وياك ضيف. قلت لك راح اجيب حبيبي واخوي وعزيزي فايز. وقلت له انا خابرتك قلت لك امر عليك لو لا. خابرت قلت لك امر عليك لو لا. باسم قال لي لا قريب علي انا راح اجيبه. دروح ليه صيح؟ شنو هاي؟ لك صدق الحجار ما تعجبك تفشخك. لا شنو؟ يا اخي موتتني. اطلع استاذ فدوه. يعني الا تنهان؟ لا فدوه. لا تنهان؟ لا فدوه. لا فدوه. لا شنو موتني؟ والله هو يطلع. يا اخي خليه يطلع. والله هو يطلع. يا اخي خليه يطلع.
والله هو يطلع استريح. جيبوا لي الفنانه من وراء اديبه. ست اديبه. لا استريح فاز استريح. غير صاحبك لا تخلينا نحكي. بس هو قاعد غير صاحبك وماشي ساعه انت وياه. لا بس صبتني. هاي شنو هاي؟ صاحب لك واحد بطولك شي تنزل ابو حنش الطويل مسوي نفسه فنان براس العالم. استنى ليش ضربت الميز يا باسم لا تهدد. انا باوع اذا معك شويه فائز فتربطنا علاقه بفائز. شنو العلاقه؟ انت احترمت علاقه ضربني. انت مقدم لا مقدم وتحكم لا تحكي فائز. خلينا نقول لك كم رقم فيه. ليش ضحكت؟ ليش ضحكت؟ شايف بيك كبير والله العظيم. رفيق شباب صفقوله كبير. نجم للامانه والتاريخ استاذ باسم. بس لحظه انا دعيت من الله تكمل هاي الحلقه على خير وما اسمع داعت عافيتك بالمسرح من كنت اخذك على صفحه. هنا شوي يعلى هنا شوي يعلى. شغل لك لا بروح شوي يعلى هنا شغل لك. والله يعني بالمسرح اقول له انت استاذي اعطيني شنو نقاطك عليه بالقران. والله بالقران وهذا هو موجود. ولا تعتبر هذا الحكي اساءه لو فتشي. بس احنا جاي ردنا نرفزك. احنا ما جبنا نجم من هذا البرنامج. بالمناسبه البرنامج اسمه بين كاظم وباسم مو اسمه نجوم رمضان. زين هذا البرنامج جبنا النجوم اللي الناس تحبهم. انت الك احترام مونيتر يا جماعه. رحنا المكان تعرضوا به سياره كان بها فائز الى اكثر من مضايقه. بالقران المجيد كل احنا وياه فائز اللي يطلعنا. مجرد يشوفون فائز فائز نجم وفنان. فائز استاذي وقدام الكل قدام الكادر. بس راضي كل الكادر يقولون يشهدون بهذا الموضوع. فائز انا قايل لك انت استاذي ولا لا؟ اي والله. وهسه قدام الجمهور العراقي كله والعرب واي واحد يشوف. اي والله. استاذي خبرته اطول مني له حضوره القوي جدا بالمسرح. بس انا حكيت وجهه نظر صحيحه الباسم بدون شقه. قلت يعاب على بعض المنتجين واداره المسارح اللي يشتغل بها فائز يحتاج لنيك مايك لان هو المايك عالي حجمه يعني يكون المايك اعلى. فقفشات عده رهيبه وقويه وصاحب ارتجال على المسرح. بطل استاذ واخويا. استاذ فائز كلمه للجمهور شو تقول لهم ونبث هاي الحلقه لو ما نبثها؟ لا بثوها عادي. حلوه شرفت. حلوه والله حلوه. رحم الله. هذا ظلت عندك حوصله. اقول لهم اسكت لا وروح ابوك خسوره تدمر. لا احكي كلمه اخيره للجمهور. اي بالقران. لا يلا ثبت. اقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الشعب العراقي. والقناه هاي الحلوه الجميله من كادرها المديرها تبقى قناه حلوه ولطيفه. واخويا استاذ من قلبي ايدك بالله حبيبي. كل عام وانتم بخير والله يكون بعون الضيف الجاي. حبيبي في ما لا يا مسافري. ادري فائز انت ايش قلت لروحك من قالوا لك برنامج كاظم وباسم ما قلت شو يصير فيك. النوم شلته خطيه خرب بيت شلته. تحياتنا لك ربي يحفظك يا سنفور يا بطل يا خلوق يا قرفه انت تعرف شنو هي. تحياتنا لك حبيبي. جمهورنا خليكم ويانا باكر من برنامج بين كاظم وباسم. مصرف الشمال للتموين.